مسلسل أرابيسك يكشف الفرق بين تعامل المماليك والعثمانيين في مصر، وده ظهر في مشهد بين حسن أرابيسك والأستاذ وفائي، وبيقول له: أبويا قال لي إن السلطان سليم الأول لما دخل مصر لما أحسن العمال والصناعية في كل طوائف المعمار وسفرهم على تركيا عشان يبنوا له جوامع وخانات وحمامات، وقالوا كمان علشان يخلوا إسطنبول أحلى من مصر المحروسة أو على الأقل زيها. وكان جدي عبد الرحمن النعماني من الناس اللي راحوا هناك بس راح مرجعش. رد عليه الأستاذ وقال له: مظبوط يا حسن، ودي أكبر جريمة ارتكبها السلطان سليم والسلاطين اللي بعده. جردوا مصر من كل فنانينها اللي عملوا التحف العظيمة في عصر المماليك وشحنوهم على تركيا، وده الفرق بين المماليك والتراكوة. المماليك استقروا في مصر واعتبروها بلدهم، وابتدوا يبنوا ويشجعوا الفنانين والصنايعية. الحقيقة كانوا بيسابقوا بعض ويباهوا بعض، وكل واحد فيهم عاوز يعمل حاجة جميلة باسمه. عشان كده سابوا لنا كنز في العمارة وفنون النقش والزخرفة لغاية النهاردة مالي مصر. لكن التراكوة ما كانوش كده، كانوا زي سرب الجراد اللي بيحط على أرض خضرة يمسحها.